تعالي احكي لك حكاية مش عن مجرد قطعة قماش ولا عن موضة بتيجي وتروح. انا هحكي لك عن قطعة كانت زمان بتغير مصير البشر وبترسم حدود الممالك. كفتان السلاطين. يلا بينا يلا بينا. Stop. ازيك يا جميلة؟ اهلا بيكي في حلقة جديدة من شنطة فاشن رودانيا ستايل مع نهار رشاد. زمان في قلب الدولة العثمانية الكفتان ما كانش مجرد لبس شيك. الكفتان كان قرار سيادي. لما السلطان يحب يكرم حد ويقول للعالم كله ان الشخص ده صاحب مقام، كان بيديله خلعة الشرف، والخلعة دي كانت عبارة عن كفتان مطرز بعناية فائقة الجمال. بيحكوا ان في القرن ال16 واحد من قادة الجيش وقف قدام السلطان وهو مجرد جندي بيأدي واجبه وبس. السلطان مدله ايديه بكفتان ملكي وقال له البسه. وفي اللحظة اللي القماش ده لمس كتفه، الراجل ده اتحول من شخص عادي لواحد ليه سلطة وهيبة تهز المكان. السلطة ما كانتش في الختم ولا في الورق، السلطة كانت في الغرزة اللي في الكفتان اللي لابسه. الكفتان كان لغة، اللي بيلبسه مستحيل حد يتجاهله، واللي كان يتسحب منه كان بيسقط من ذاكرة التاريخ ومن غير ولا صوت. وفي رمضان كان للسلاطين طقوس تانية خالص. كانوا بيلبسوا كفاطين مخصوصة، أوسع، أهدى، أقل بهرجة، عشان رمضان كان شهر القوة الهادية مش الاستعراض. الكفتان علمنا إن اللبس مش بس شكل، ده هوية وقوة. ولحد النهاردة لما أي ست بتلبس الكفتان من رودانيا ستايل، طريقة وقفتها ونظرتها بتتغير تلقائيا، كأن جينات السلطان بتصحى جواها من تاني. زمان الكفتان كان بيصنع ملوك، والنهاردة في شنطة فاشن الكفتان لسه بيصنع حضور ملوش مثيل. وبكده وصلنا لنهاية حكايتنا عن الكفتان بسلطته وهيبته. يا رب تكونوا استمتعتوا برحلتنا في زمن السلاطين، وقولولي هل حسيتي قبل كده ان في لبس معين بيديكي سلطة وثقة زيادة؟ ما تنسوش تتابعونا على الفيسبوك وعلى الانستجرام @rodaniastyle، وتزوروا موقعنا www.rodaniastyle.com عشان تشوفوا مجموعتنا السلطانية. استنوا الحلقة الجاية من شنطة فاشن، يمكن نروح بلد جديدة او نرجع لزمن تاني. وافتكروا دايما life is a party, dress like it. Bye.